السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. طبعا احنا بقالنا فترة ما نزلناش عن الإسكان الاجتماعي عشان على أساس إن احنا نشوف ايه التطورات اللي حصلت في الإعلان ال14، فلازم بنسيب فترة نشوف ايه الجديد اللي حصل. فأنا بقالي فترة فعلا ما نزلتش عن آخر تطورات الإعلان ال14 اللي هو الإسكان الاجتماعي. وهتكلم برضو في الحلقة دي عن مميزات موقع الإعلان ال14 عشان في ناس كتير بتقول ان الموقع مش كويس وان احنا هنسحب فلوسنا. فانا في الفيديو ده هوريكم ايه الموقع الاول، وبعد كده هنشوف ايه التطورات اللي حصلت. انا كده على طريق الواحات اللي هو بتاع اكتوبر، بس انا بعد ما لفيت عشان الفيديو ما يكونش طويل، انا جاي من اللي هو طريق الفيوم كده عادي طريق الواحات، ولفيت الاول ريتيرن وراجع تاني عشان اخش المدخل بتاع الاعلان ال14. ده المدخل اللي هو قصاد الجامعه. يعني الموقع مش وحش، لان الناحيه التانيه قصادها بيوديك اللي هو من عند الجامعه. لو دخلت كده الناحيه التانيه من الطريق بيدخلك على طريق الحصري، وايه يعني قريب او مش بعيد، او الموقع ايه مميز زي ما بنقول. ده المدخل ولسه بيوضبوا فيه. المدخل مش خاص بالاعلان ال14 بس، ده هو خاص لان انت ده مميزات الموقع ان فيه اسكان متوسط اللي هو على يمنا واحنا داخلين اوريهم لحضراتكم دلوقتي، وفي اللي قصاده الناحيه التانيه ده كومباوند المخابرات، او اللي هو ايه بتاع المخابرات. تمام. وده الطريق بتاع اللي هيوصلنا للاعلان 14، فهو الطريق كله يعني فيه عمار، وان شاء الله هتعمر بسرعه. ودي برضو النيابه بتاعت اول وثالث شمال اكتوبر او حدائق اكتوبر برضو عندنا هنا. وفي حاجات كتير ومساجد ومدارس وصحه. فده المدخل بتاعها من طريق ايه الواحات. دي من مميزات الموقع الحقيقه ان هي ايه هيبقى فيه عمار بسرعه. انا خدت الطريق ده لغايه الاخر ودخلت يمين. ده بني الاسكان المتوسط اللي هو كان باين على الطريق من بره، اللي هو كان على طريق الواحات اول ما دخلنا على يميننا، وقصاده الناحيه التانيه ابن بيتك السبعه. اللي انا هقوله في الفيديو ده ان شايفين يعني ده الاسكان المتوسط وباصص على ابن بيتك ايه السبعه. لكن من مميزات العنايه ال 14 انا اقوله لك هنشوف هو ايه. بيبص على ايه وايه اللي امامه وايه اللي خلفه، وهل هو قريب من مقابر ولا لا. زي ما بيقولوا دي ال 244 عماره. انا هلف وهرجع تاني واخش من ناحيه ابن بيتك السبعه علشان اوصل للاعلان ال 14. وقبل ما اوصل للاعلان ال 14 انا كده بعد ما خدت الطريق وماشي على طول، يعني ده امتداد الشارع اللي كان فيه المخابرات، بس طبعا عشان الطرق لسه مش ممهده فبنحاول ايه بنلف كتير شويه بايه بالعربيه عشان خاطر لغايه ما يعملوا بس ايه ويظبطوا ايه الطرق بتاعه المدينه يعني او الاسكان. دي دلوقتي انا دخلت، اول ما بيقابلني الاسكان العاشر على شمالنا. ده الاعلان الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر، ده اللي على شمالنا. وقصاده الناحية التانية اللي هو على يميننا ده ابن بيتك، ده الاسكان العاشر. هنلاقي وراه الاسكان اللي ايه او الاعلان ال14. يبقى ده انا لفيت ودخلت كده اهو. دي الكنيسة، ومن على يميننا دي المقابر بس بعيدة. شوف احنا طالعين مطلع بعيد قوي عن المقابر، ومفيش عمارة بتطل على يعني على المقابر على طول بعيدة، عشان الناس بتقول ايه ده جنب الايه المقابر والتراب. ده كده اللي على شمالنا الاعلان العاشر، وطبعا اغلبيته بدأ يسكن الحمد لله، يعني بدأ فيه حركة شوية. عشان كده بقول من مميزات الموقع ان هو مش هيقعد فترة عبال ما يعمر او الناس تسكن. بمجرد ان شاء الله اما يستلموا هتلاقي فيه حركة. يعني هو يعني مثلا انا شايف فيه توك توك داخل معرفش جاي منين. و ان انا يعني دي ميزة كمان ان انا شايف اعلان عاشر واعلان 14 مفيش بقى ولا ابن بيتك ولا ان انت باصص على التراب زي ما بيقولوا او المقابر. لا ده كلها اسكان اجتماعي اعلان عاشر، وبدأ الناس بقولك تسكن فيه لان العمار ان شاء الله اما نستلم ان شاء الله ويبدا الاستعلام في الاعلان ال 14 في حدائق اكتوبر اللي انا بصورها لكم دي. في حدائق اكتوبر بالتحديد يعني. طبعا انا كنت متوقع ان انا بعد فتره بقالي كتير ما صورتش. قلت ان انا هروح الاقي بقى ايه اللاندسكيب اتعمل والطرق اتمهدت وان انا اقدر اخش جوه واصور. بس للاسف المرحله الاخيره دي هم ماشيين فيها ببطء. يعني انا لو هتلاقوا على القناه فيديو من فتره هتلاقي نفس مفيش تقدم كبير قوي، غير ان هم كملوا واجهات العماير
لكن الطرق والمساحات الخضراء والحاجات دي كنت متوقع ان هم هيكونوا خلصوها، عشان احنا كده قربنا نخلص الاقساط، هيبقى في شهر 1/24 هيبقى اخر قسط، وابتدي ايه الاعلام ينزل. ده برضو بقية الاعلان العاشر ووراه ابن بيتك. يعني شايفين ان الاعلان ال14 موقع المميز، اول حاجة خدنا المدخل بتاعه كويس ومن طريق الواحات وقريب، وتاني حاجة ان هو بيبص على اعلانات سابقة اسكان اجتماعي برضو. يعني برضو ده انا شايفها ميزة، ان هيبقى فيها العمار او الناس هتسكن بسرعة وكده. هنا هنخش، كنت انا متوقع برضو زي ما قلت لحضراتكم ان هيبقى فيه مساحات وسطحات خضراء، اقدر اخش بالعربية جوه واصور بقى العماير من جوه، مش من على الطريق من بره كده. بس اللي انا قدرت اصوره لكم اللي هو المدارس، في مدرستين شايفهم كده، هخش بس مش هقدر اخش بعربيه اوريها لكم دلوقتي. في مدرستين اتعملوا، و طبعا اللي انا شفته، يعني اوريها لحضراتكم دلوقتي، ان الشوارع او بان العماير في وسع، مش ضيق. يعني بص، يعني انا هخلي وش العربيه كده، شايفين ده طريق اهو، وهناك مدارس اهي معموله، ويعتبر شبه اتشطبت يعني. تمام. بس ان شاء الله في المره الجايه ان شاء الله لو عملوا لاندسكيب هخش جوه وايه، واوريكم بقى ايه الاسكان عامل ازاي بعد اما كملوا ايه المساحات والمسطحات الخضراء. انا هعدي الناحيه التانيه عند العماير دي، لقيت في برضو ناس ساكنه، ابن بيتك السبعه ناس ساكنه، بس برضو بعيد عن الاعلان ايه ال14. فدخلت كده ولفيت، لقيت برضو سوبر ماركت او مجمعات استهلاكيه، مش عارف زي سوبر ماركت او حاجه زي كده اللي هي الوطنيه دي، برضو بتبيع، وفي بدأ في حركه واحنا لسه ما استلمناش، فدي حاجه ايه كويسه. ابن بيتك السبعه اللي انا داخلها دي مش قصاد الاعلان ال14، دي قصاد الاعلان العاشر، اللي هي عماير الاعلان العاشر. يعني انا لو لفيت كده، دي برضو من مميزات الموقع، ان انت بعيد عن ابن بيتك، وان كل الاعلان العاشر متحوط بايه، بالاعلان اللي قبله اللي هو الاعلان العاشر. فانا لو لفيت كده هلاقي العماير اللي قصاد ابن بيتك السبعه هي بتاعه الاعلان العاشر، مش الاعلان ال14. واحنا مش بنعيب ان احنا قدام يعني بيوت او كده، لا احنا بنقول مميزات الموقع، ان احنا هيبقى فيها عمار بسرعه، ان في ناس استلمت قبلينا، وفي نفس ايه الشارع، بس اليمين اعلان عاشر والشمال يعني اليمين اعلان 14 والشمال اعلان ايه عاشر، وهكذا. انا رجعت تاني من طريق الواحات، طبعا لسه المدخل بيوضبوه، ونفس الطريق اللي انا دخلت منه رجعت منه، ودي الجامعه اللي قصادنا، وده طريق الواحات على طول. الناحيه التانيه لو لفينا هنخش على الحصري واكتوبر ايه من جوه. يا رب نكون وضحنا لكم دي شكل العماير اللي هي بتاعت الاعلان ال14. وان شاء الله انتظروني في الحلقات القادمه، بعد ان شاء الله اما يكونوا اشتغلوا شويه في اللاندسكيب والمسطحات الخضراء، وهوفيكم بكل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.